بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحقيقة بحب أقول كلمة لأبنائي العاملين بالإعلام، إن أهم حاجة هي الإخلاص. الإخلاص الإخلاص وإتقان العمل، وإن الإنسان يتقي الله في كل ما يقدمه، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المهم ما يكونش فيه فرقعة إعلامية، ولكن المهم إن أنا أوصل بالمعلومة للمستمع بفهم وباقتدار. أهم شيء إن يكون لكل شبكة أن تحافظ على هويتها حتى لا تضيع الشبكات بينها وبين بعضها. أتمنى للجميع التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم على أفضل الخلق على آله وصحبه وسلم. اتخضيت. لو أول مرة تشوفوني اعملوا لي سبسكرايب لو من اليوتيوب، ولو متابعوني على الفيسبوك اعملوا لي فولو، حطوا لي كومنت حلو، واكتبوا لي بتابعوني من امتى. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى النهارده اشارككم أول يوم في بيتي لوحدينا، يعني هنعمل أكل إيه؟ هعمل واحد مكرونه بشاميل، بس عايزاكم تركزوا وتمخمخوا معايا. اي حد عايز يتواصل معايا خاص هسيب لكم اللينك بتاعي الخاص في اول كومنت، هتلاقوه مثبت، عامله لكم عليه سهم، مستنياكم هناك. صباح النشاط ورمضان كريم. البنانيت الصغيره اللي وراهم مذاكره، اللي قاعدين ليل ونهار على الموبايلات، ما قلتلكوش ما تقعدوش على الموبايل، بس خلينا نتفق بما اننا اصحاب ان احنا لازم نأدي واجباتنا وفي نفس الوقت نرفه عن نفسينا. تعملي ايه؟ تنظمي يومك وجدولك، لان في بنات كتير دخلت لي على التيك توك وقالوا لي يا فريده احنا مش عارفين نذاكر وعايزين ننظم وقت. كل مره بقولها ودايما هقولها ان الموبايل كارثه. اول ما نقوم من النوم ما نحاولش نمسكه، لو مسكناه نشوف هنعمل ايه سريعا ونرجع اللي احنا يعني الحاجه المهمه. طبعا بما اننا في رمضان لازم يعني نلتزم بكل ما هو يعني واجب علينا، اللي هو مثلا نقرا الاذكار، نستغفر ربنا كتير، نصلي الصبح، نخلص الحاجات اللي علينا، نبتدي بقى نساعد ماما في البيت. خلصنا وساعدنا ماما، نبتدي بقى نقعد نذاكر شويه ونحفظ. على فكره مذاكرتك ان انت تفهمي احسن ما تحفظي، ده اللي هيخليكي دايما في تقدم. يعني انا عندي ان انت تفهمي اكتر ما تحفظي، لانك لو فهمتي خلاص انت حفظتي. وطبعا لو انت طبعا مرتبه في حاجاتك وفي دراستك ومرتبه طبعا في غرفتك او في بيتك عامه، مش هتحتاجي ان انت تعملي مجهود كتير ولا تحسي ان انت متضايقه ولا اي حاجه. طبعا كل حاجه لازم تكون بالورقه والقلم، او على الاقل نرتب لها في مخنا. انا قمت بقى النهارده دوبك صليت الصبح، بعدين صليت الظهر، وابتديت ان انا ادخل الاول على التويليت انضفه، وكنت حاطه الميه على النار. يعني وقت اللي انا حاطه فيه الميه على النار انا كنت بعمل حاجه تانية، وطبعا طول الوقت بستغفر ربنا في لساني وبذكر ربنا لا اله الا الله، وصلوا على النبي كتير. وهنا بقى على ما المكرونه كانت بتتسلق، قطعت كده البطاطس بالطريقه دي، وحاولت ان انا اسوي ايدي عشان خاطر البطاطس يكون شكلها حلو بعد ما تتحمر. والبطاطس دي كنت جايبها معاكم من عند الراجل اللي هو في ظهر شركه الكهرباء، حلوه جدا تحمير على فكره وجميله. المهم لما طالما في حاجه بتتعمل نعمل حاجه تانية على طول، ما نفضلش واقفين. وطبعا في ناس كتير عندها اطفال صغيره، انا كنت باخد ساجد معايا يا جماعه في كل مكان انا بعمل فيه الاكل. لو انا في المطبخ وساجد كان عنده سنه ونص وقتها، كنت بقعده كده في المطبخ تحت رجلي واطلع له كروانات وكم معلقه كده بلاستيك او معلقه الومنيوم عادي او اي حاجه يلعب بيها، او انا ما كنتش خايفه منه لو يحطها في عينيه مثلا، كنت بديله كروانات وكنت بيقعد يلعب فيهم وكده. بس المهم ان انتوا يعني ايه تخلصوا حاجتكم. بالنسبه للاطفال اللي هم سنتين 3 سنين، انت على ما هتعودي طفلك ان هو ينظم البيت او يساعدك في البيت، هو برده هيحافظ على البيت معاكي. لان برده بيقعدوا يقولوا لي احنا بنروق وماما بنروق، الدنيا مش بتنضف. على فكره احنا زينا زيكم والله العظيم، او انا زيكم برده. ساجد بيبهدل لي بس بعلمه وبيحافظ ان هو المكان ده ما يتقعدش فيه، ده المكان ده بيتلعب فيه، او المكان ده بنقعد ناكل فيه، وهكذا. بس كده. المهم يا جماعه الطحينه دي اللي انا كنت عاملاها معاكم في تجهيزات رمضان، على فكره طلع طعمها حلو جدا وموفره جدا. بس مي عاملاها احلى مني ما شاء الله. بتتعمل بالسمسم، بتجيبوا السمسم، مي حمصت السمسم انا ما حمصتهوش. بتحمصوه على نار هاديه، تفضلوا تقلبوا ما تسيبوش لحظه، وبعدين يبرد تطحنوه في المطحنه وتحطوا عليه دقيق وتحطوا عليه زيت كده تدريجيا في قلب الكبه لحد ما يتقل معاكم، وتحطوه في علبه. هنا بقى انا بعمل الخلطه بتاعه الفراخ، اول مره هعملها بالطريقه دي، وانا مش بحبها خالص بالفراخ اصلا في الحشوه، غير لما بتكون نجرسكو لازم الفراخ تتقطع قطع كبيره، وكل حاجه تكون جوليان كده اللي هي سلايس، يعني طرنشات كبيره. البصل بقى والبطاط والفلفل الالوان كل ده عندنا في الشغل كنا بنعملها كده. فانا هعملها المره دي عشان خاطر فرحه وبس. عايزه اقول لكم ان احمد ما حبهاش، لان احمد بيحبها بالمفرومه، احنا دايما متعودين ناكلها باللحمه المفرومه ونقلي البانيه بره.
فقلت لا بعد كده اطلع الفرحه بانيه وهي تعمله يعني جواها واحنا نعملها بالمفروم. فانا جبت لبن بقري لان اللبن البقري هيوفر معاكي وفي نفس الوقت ده لبن بشاميل هيدي برضو طعمه حلو جدا. فاللبن البقري جبت كيلو عامل 20 جنيه بدل الجاموسي. الكيلو الجاموسي دلوقتي عامل 30 جنيه، فالجاموسي احسن ان هو يتشرب احسن ما يتعمل بالبشاميل، او عامه الحلويات خليكم في البقري. وكمان طلعت التمن اللحمه المفروم ده اللي انا كنت فرماه معاكم، المفروض ان انا كنت احطه في الحشوه فطلعته وحطيت عليه جوز الطيب وملح فلفل اسمر وبصل، واتضربت في دماغي واتهبلت واتعبطت وحطيت عليه زبادي. كنت شايفه حد عامل الخلطه دي وحط عليها زبادي، فما انصحكوش ان انتوا تجربوها خالص، مش حلوه نهائيا تجربه الزبادي مع اللحمه المفرومه. وحطيت عليها كمان قولوا معايا بيكنج باودر عشان اخليها كده نافشه شويه، بس لو كانت من غير الزبادي كانت هتبقى تحفه جدا. عايزه اقول لكم ان هي طريت خالص وفكت، فاضطريت ان انا اعملها كده كور. انا كنت هعملها مشويه صوابع فهي باظت معايا بصراحه وما حبيتهاش، بس ما تجربوهاش. انا جربتها بصراحه وطلعت مش حلوه خالص. ممكن اللي عملها قبل كده طلعت معاه حلوه او حبها، فانا ما حبيتهاش بالطريقه دي. عملنا بقى البشاميل. المفروض ان انا المره دي كنت يعني زودت كوبايتين ميه على كيلو اللبن، لا انا حطيت كيلو اللبن صافي كله، فحسيت ان البشاميل قليل معايا. فانتوا زودوا على اللبن شويه كوبايه ميه، او حطوا كيلو ونص لبن لو هتعملوا نص كيلو مكرونه، لان البشاميل نص المكرونه بيتاخد عليه كيلو لبن صافي او كيلو ونص او كيلو صافي ونص وكوبايتين مثلا ميه. بيتعمل ازاي البشاميل؟ بنحط زبده صافي او زيت مع زبده او سمنه مع زبده، نحط عليهم 3 معالق كبار هرمي يعني مليانين تحسوا كده عامله شكل الهرم على الزبده، ونقلب لحد ما تكون سايحه خالص كلها، مش عايزه الدقيق. وبعدين هننزل باللبن، واحنا بننزل باللبن ايدينا في المضرب عشان خاطر الدقيق ما يكلكعش. وتنزلوا بقى مكعب مرقات ماجي 2 او 1 حسب ما تحبوا، شويه ملح صغيرين عشان خاطر الماجي اصلا حادقه، وفلفل اسمر وبس. بعدين اول ما بيتقل بتنزلوا بقى بالمكرونه. عايزه اقول لكم ان المكرونه الاولانيه باظت عشان خاطر انا اللي عبيتها وقتها من عند عمو بهاء، وانا اللي يعني كانت اخر حاجه، ما ينفعش ان انا كنت اخدتها لان اخر حاجه بتكون متكسره. فاخر حاجه كانت مكسره. بعد ما سلقتها بعدت جبت مكرونه تانية لان انا عندي جايبه منه بتاع 3 اكياس اقلام، فقلت هرجعها له يديني مكانها لاني كلها متكسره خالص. فانا المتكسره قلت مش مشكله يمكن لما تسلق مش تبقى متكسره قوي، لا طلعت مبهدله هوريها لكم. فدي غلطه مني انا مش من عمو بهاء خالص. وكمان المكرونه لازم تتسلق على طول، تتصفى، تنزل عليها بالبشاميل. فدي الخطوه اللي خلتني يعني تحسوا ان المكرونه مكلكعه شويه مني عشان خاطر ان المكرونه بعد ما اتسلقت لقيتها بايظه، بعدت جبت مكرونه ثانيه وكنت عملت البشاميل. فايد بتعمل البشاميل في حاله ثانيه والحاله الثانيه بتسلق، لان مجرد ما المكرونه بتتسلق تتشطف نص شطفه او ما تتشطفش اصلا بالذات البشاميل، وتتحط على طول عليها المكرونه بشاميل كده تبقى كلها جوسي في بعض او طريه. حطيت عليها بقى جبنه تركي كده قطعتها صغير، فرحه اللي قطعتها لي تسلم ايديها. وكمان حطيت عليها بقى التمن دوت او ب 20 جنيه تمن، لا كان تمن. الجبنه الموزاريلا دي من عند البان الساعه، بجد بجد لازم تجربوها. وكمان جبنه الاطباق اللي انا كنت جايباها من عند حلو وحادق تحفه، يعني دي او دي. فلو مش هتعرفوا تجيبوا جبنه حلو وحادق فهي عندكم في العطارين، شارع الخير الله سوري، في محل جنب شيخ العطارين، هي فاتحه محل دلوقتي عندها جبنه موزاريلا اسمها الاطباق، دي اللي جميله. بس بقى حطيت هنا البطاطس تقلي تتقلى، كان فاضل بتاع ربع ساعه على الفطار، فقلت ان انا هسخنها في الميكرويف. فانا سخنتها ما كانش يعني ما حسيتش باي حاجه فيها، كانها لسه متحمره. وعملت كمان عصير فراوله باللبن، وكنت حاطه انا وقتها عصير فراوله كنت عاملاه معاكم من رمضان، قبل رمضان كنت حاطه فيه مكعبات فراوله كده، كان طعمها حلو يعني. انا بالنسبه لي بحب الفراوله باللبن، وفراوله باللبن البودر بيبقى طعمها لذيذ جدا. حطيتها بقى في الدورق دوت وقلبتها كده نص تقليبه عشان خاطر السكر ما كنتش محليه، ما كنتش اصلا شايلها متحليه بالطريقه انا دي. متعوده ان انا احط كل سنه الترابيزه بتاعتي دي احطها قدام التلفزيون. كنت عايزه انقل النظام، احط السفره هنا عند الشاشه يعني، واحط الركن هناك وانقل البار، بس حسيت ان هي مش شكلها مش حلو خالص، فبس انا بنقل هنا. فرحه بتاكل لوحديها، هي اللي حابه دوت وبتتحرك تقعد معانا خالص. فحطيت الكرسيين وسجوده بيقعد على رجلي او بيقعد على كرسي او بياكل قبلينا، لان ساجد ما بيقعدش خالص على الاكل، بيقعد يروح ويجي ويتنطط. حطيت بقى الدرق بتاع العصير، وكمان حطيت بلح وحطيت كوبايتين عشان خاطر نشرب العصير بعديها. واحمد بيحب العصير على الاكل قوي. بحب اقدم الاكل بتاعي بنظام، ما بحبش اعمل اكل كتير اللي هو يبات تاني يوم. فانا هتلاقوني كده في اكلي بقدمه كده بسيط. صينيه البشاميل دي يا دوبك هي اليوم، يعني كل واحد قطعتين، وهيفيد كمان قطعتين هوريها لكم. قطعتين التانيين اللي فاضوا اصلا اكنهم انا فرحه بالليل سحرنا بيهم، لان زي ما بقول لكم انا دايما الاكل بيفيد بتسحر بيه. وطهاره القلب وطهاره اليد وطهاره النفس. تخيل واحد عاش ومات ما يعرفش ان هو تخصم
ما نتشاجر مع حد خالص ابدا ابدا. ده لو لدرجه بيقول لك لقيت بقى كمان ناس بتسالني انا ليه مش بعزم حماتي. يا جماعه انا حماتي مش بتقدر تنزل هي وحماية عشان خاطر هو تعبان، فانا ان شاء الله هعمل عزومه بس هاخدها الاكل هروح بيه هناك. انا كل سنه بعمل كده عشان برضو ايه ناس تقعد تقول لي انت تعزمي كل اهلك وما تعزميش اهل جوزك. يا جماعه والله العظيم انا نفسي بس يعني بجد يعني ازاي بتفكروا ان انتوا تكتبوا الكومنتات دي؟ يعني ممكن هم اصلا مش ممكن ده هم اصلا متابعيني جدا ويشوفوا فيديوهاتي كلها، فممكن ان انتوا تزعلوهم بكومنت زي دوت وان انا مش بجيبهم هنا. لا خالص والله انا بعزمهم واصلا ده بيتهم يجوا في اي وقت. بس بقى المكرونه طلعت حلوه ولذيذه وجميله ازاي وسكره. جبنه بقى خطيره عامله شكل وحاجات حلوه قوي. بصوا المكرونه كمان كانت جوسي طريه قوي قوي يعني والله العظيم انا عاملاها تحفه. بس بصراحه انا بحبها اكتر باللحمه بس هي كانت جميله برضو والجبنه بتاعتها كانت مطه خالص بس كانت عايزه تتاكل في وقتها. بس انا حطيتها على طول في الميكرويف تسخن شويه. شايفين بقى الجبنه كانت بتمط ازاي وانا بطلعها وكلها كانت سايحه كده في بعض. ودي بقى اللحظه دي انا حبيت كده اوريكم. بصوا يا جماعه الجبنه بتمط ازاي. لا يا جماعه لا خطيره تسلم ايديا اصلا. حطيت كل حاجه المكرونه قطعتها. بصوا احزر لكم الجبنه بتاعت الساعه جميله البان الساعه جميله بجد فيها مطه تحفه. بصوا شايفين ولسه حطاها في الميكرويف تاني ومخلل وطحينه. والكفته بقى ما تجربوهاش بالطريقه دي بجد ما عجبتنيش خالص. وطبعا عملت بطاطس في الميكرويف لسه هسخنها برده. انا عملت كله عشان احمد بيجي عايز الاكل على طول. تعالوا بقى اوريكم. هنا جهزت العصير جهزت عصير وكمان كوبايه البلح وقاعده بقى بتفرج. راح بقى اغير هدومي الاول عشان كده بقى ريحتي بصل وكده وارجع لكم بسرعه. يا جماعه يا ترى بتشغلوا القناه دي ولا لا؟ قولوا لي. امبارح كنا مع اختي النهارده لوحدينا. حشتينيش يا قلبي. تعالوا نعمل شويه. انا غيرت ملابسي حطيت برفيوم عشان لازم ابقى نظيفه والارض نظيفه. بعد الفطار على طول هغسل مواعين وعايزه اعمل حاجه حلوه. المكرونه دي بقى دي انا اللي كنت انا معبيها بنفسي من عند عمو بهاء. عمو بهاء حاجته نظيفه بس دي كانت تحت الحاجات تبقى تحت تبقى مكسره. سلقتها وطلعتها طبعا ما خدتش بالي هي كلها متكسره فحرام تترمي. هعمل بيها حاجه حلوه بعد الفطار هشارككم هعمل ايه بيها. قال لكم ان خلفه الصبيان وحشه؟ مين اللي قال لكم ان خلفه الصبيان وحشه؟ ما خلفه الصبيان سكر وقمر وحلاوه. سجوده واقف بيغسل لي المواعين. الله اكبر. خمسه وخميسه. الله اكبر. وريهم بتغسل ازاي سجوده. يلا وريهم تغسل ازاي. وريهم الصابون. طب ما دي مش محتاجه صابون. استنى اشوف لك حاجه محتاجه صابون يا سجوده. استنى. بصوا يا جماعه سجوده اشطفوا الاول يا سجوده. اشطفوا الاول. شيل دي. بص اشطفوا كده الاول. الحاجات دي تنزل في البيت. ايه الله اكبر عليك يا الله مامي. عب مامي كله عمري كله. دي شفتوا الضحكه يا جماعه ولا يا سجوده. يلا عشان نروح نصلي اكبر في الجامع نصلي التراويح. لسه احنا خلصنا خلاص اهو. بس اديني النوز كده. بص اديني النوز. ايوه حبيبي شطور والله يا جماعه. غسلهم لي حلو اقسم بالله بس مش كلهم طبعا. وغسل لي بتاع 3 اطباق كده. شاطر شاطر شاطر. ايوه شاطر. جماعه انا صليت سجوده انا صليت التراويح انا وساجد ودلوقتي قاعدين انا وفرحه بنعمل. عندنا عجوه وعندنا ملبن بنجهزها من دلوقتي يا ديدا. ايوه يا جماعه من دلوقتي عشان انا هبتدي يعني ان شاء الله كده على قبل نص رمضان هعمل كحك بابا وماما وبعد كده تبعي انا. بس جبت عجوه من فتره كبيره معاكم في المشتريات وهعملها. وكل سنه وانتم طيبين. مع اني يا جماعه والله العظيم انا احلى من كده بس مش عارفه الكاميرا حاسه موحشاني. لا انت جميله فرحه والله شكلك قمر. بس هي الكاميرا بس مش عارفه مش سجوده قمر سكر مش انا والله. احنا دلوقتي بنتفرج بقى على مسلسل المعلم وبنعمله العجوه. اقول لكم ان دلوقتي جه وقت السحور. تعالوا دلوقتي اشارككم واوريكم السحور بتاعي وبعدين بعد كده اصلي قيام الليل واقرا في المصحف واقول لكم انا وصلت للورده ايه. السحور بتاعنا جبنه تركي وانا لقطمه من دي وحطيت بيف وعملت بيض بالبسطرمه وكمان هنا جبنه ودي جبنه ودي جبنه ودول كانوا مأكولين من الاول فانا ما ينفعش افضيهم على الجبنه الثانيه عشان ما تبص. شيبسي وكمان فوكس مش شيبسي بس ده بتاع احمد. انا فوكس مع ساجد. وده فول وحاجه حلوه وزيتون والزبادي وطبعا العيش ده. بس كده مش دايما بتسحر الحاجات دي. انا ساعات بيبقى باقي فطاري فبتسحر منه فبس اروح بقى اتسحر. يا رب بحق اخر الليل وحق يوم جديد في رمضان 5 يوم داخلين عليه. يا رب يديكم كل اللي نفسكم فيه سواء في الفيسبوك او سواء اليوتيوب. يا رب يرضيكم يبعد عنكم اي نفس وحشه ويا رب كده يديكم كل حاجه حلوه ان شاء الله. ادعوا لي دعوه حلوه وليكم المثل ان شاء الله فيها.